السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتكم نبض المجتمع مع هند. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بخير وفي صحة وعافية. نفتح واحد من أخطر الملفات اللي هزت الساحة السياسية الجزائرية، والمتعلقة بفضيحة شراء توقيعات للترشح لرئاسيات 2024. القضية هذه اللي حولت السباق الانتخابي إلى ساحة اتهامات، وشملت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة. للأسف اليوم العدالة تقول كلمتها، فكيف كانت الأحكام؟ ومن هم المتورطين؟ وماذا يعني هذا المشهد السياسي في الجزائر؟ قبل ما ندخل في صلب الموضوع، نتمنى منكم فقط الاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس بيتكم كل جديد، والإعجاب على الفيديو فضلا وليس أمرا. أول ما نستهل به كلامنا نصلي ونسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انطلقت القصة من أروقة السياسة، حيث برزت أسماء مثل بالقاسم ساحلي، سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي. ثلاث شخصيات أعلنت نيتها دخول غمار الرئاسيات عبر تكتلات وتحالفات متنوعة. بالقاسم ساحلي، هذا الشخص أو هذا الشخصية رئيس التحالف الوطني الجمهوري، سبق له أن شغل منصب كاتب دولة للجالية في الخارج خلال عهدة بوتفليقة، وكان من أبرز داعمي العهدة الخامسة. سعيدة نغزة سيدة أعمال مثيرة للجدل، ترأست الكونفدرالية الوطنية لمؤسسات وخلقت جدلا واسعا بنقدها الحاد للسياسات الاقتصادية واتهامها للتضييق على رجال الأعمال، ما دفعها للمغادرة البلاد لفترة. أما عبد الحكيم حمادي فقد دخل الساحة كمترشح حر ببرنامج اسمه السلامة الوطنية، وظهر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي. القصة لم تكتمل. عندما رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفات ترشحهم، سارع الثلاثة لسالف ذكرهم إلى اتهامها بالتلاعب، مؤكدين امتلاكهم للتوقيعات قانونية، هذا حسب كلامهم. وهنا بدأت خيوط القضية تنكشف، أين تم شراء توقعات، تقديم رشاوي، واستغلال النفوذ. التحقيقات طالت أكثر من 80 شخص، بينهم منتخبون، رجال أعمال، وأبناء المترشحين. والنيابة العامة وصفت الملف بالفساد الانتخابي ووجهت تهما خطيرة، منها منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية للحصول على أصوات، النصب، وسوء استغلال الوظيفة. وبعد جلسات محاكمة ماراثونية، نطقت المحكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي محمد بالأحكام يوم الأربعاء 26 ماي 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1,000,000 دينار لكل من سعيدة نغزة، بالقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، و8 سنوات حبس لابن نغزة مع أمر دولي بالقبض على أحدهما الفار، يعني واحد من ولادها له فار. 6 سنوات حبسا للابن الثالث. 8 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 1,000,000 دينار لنائب كونفدرالية المؤسسات با، اللي يشير له بالحرف با، محمد، والمدعوفة بلال. عقوبات بين 5 و8 سنوات لباقي المتهمين من منتخبين ومواطنين. تبرئة عدد من المتهمين. كذلك إلزام المتهمين الثلاثة بدفع 1,000,000 دينار جزائري للخزينة العمومية، و200 ألف دينار لكل منهم مدان، أو لكل متهم مدان. الملف كشف هشاشة مسار الترشح، وأعاد طرح السؤال: كيف نضمن نزاهة الانتخابات في ظل وجود طرق مختصرة مشبوهة؟ كانت هذه قصة فضيحة تزكيات
من إعلان الترشح إلى قاعة المحكمة، أمر يعني ماهوش بالهين، وأمر يعني يوجع القلب، حيث يعني كما تشوفوا انقلبت طموحات بعض البشر أو بعض الشخصيات، طموحات الرئاسة وكرسي الرئاسة، إلى أحكام بالسجن. هل تكون هذه الأحكام ردعا لكل من تسول له نفسه العبث بالديمقراطية في بلادنا؟ وهل ستحرص السلطة مستقبلا على تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة نبض المجتمع مع هند ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ونشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة والتفاعل معنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.